اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. عمرك صرختي على ابنك وبعد دقيقه قلت لنفسك هو انا ليه بعمل كده؟ انا مش قصدي اذيه بس مش قادر اسيطر على نفسي. ولو فاكره ان الصراخ بيعلم، احب اقول ان الصراخ مش بيعلم، الصراخ بيعطل مخ الطفل عن انه يفهم اساسا. وفي الفيديو ده هتفهمي ليه ابنك مش بيتعلم لما بتزعقي، وازاي تخلي بيتك اهدى وطفلك يسمعك من غير ما تعلي صوت. خلينا في البدايه نشرح ليه الصراخ بيدمر عقل الطفل مش بيصلحه. اول حاجه، عقل الطفل وقت الصراخ بيدخل في حاله خطر. لما صوتك بيعلى جسم الطفل بيفهم ان في تهديد ومخه بيدخل في وضعيه اهرب او استخبى او اتجمد مكاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش بيسمع كلامك اصلا حتى لو واقف قصادك، المعلومه مش بتوصل بس الخوف هو اللي بيوصل. تاني حاجه، الطفل بيفقد احترامك مش من اول مره. كتير امهات تقول انا بزعق علشان يسمع الكلام، لكن الحقيقه هو بيسمع الكلام دلوقتي بس بكره مش هيسمعك. وده لان الطفل مع الوقت بيطفي مشاعره، بيفصل عن الكلام او بيفقد الثقه او بيبدا يقلد نفس الاسلوب ويزعق هو كمان. الصراخ بيعلم الطفل الخوف مش الاحترام. تالت حاجة، الصراخ بيعالج السلوك الظاهر مش السبب. لما بتزعقي عشان كسر حاجة أو اتأخر أنت بتعالجي القشرة مش الجذر، لكن لما بتشرحي ليه يعمل إيه وليه وإزاي يصحح الغلط هنا بيبدأ التربية. خلونا كمان نعرف الطفل بيفكر إزاي وقت الصراخ. أول حاجة، الطفل بيسمع في دماغه رسائل زي أنا وحش أو أنا سبب غضب ماما أو محدش فاهمني أو أنا مش محبوب. ومع كل مرة زعيق بيتبني جواه طبقة خوف جديدة. النتيجة ممكن تبقى طفل جبان أو بيكذب عشان خايف أو عنيد جدا أو بينفجر في وقت الغضب. وده مش لانك ام وحشه، لكن لان الصراخ اسلوب مش مناسب لطريقه مخ الطفل. طب نعمل ايه بدل الصراخ؟ خدي وقفه 5 ثواني قبل ما تعلي صوتك، العقل بيهدى والصوت بينزل. كمان مهم انك تنزلي لمستواه وتتكلمي بهدوء. الطفل بيسمعك اكتر لما بتبقي على مستوى عينه، صوت هادي، جمله قصيره وواضحه، وده اسمه اتصال نفسي بيفتح باب الفهم. تالت حاجه، استخدمي جمله التربيه الذهبيه، انا مش زعلانه منك، انا زعلانه من السلوك. الجملة دي بتحمي الطفل من الشعور انه غلط بالكامل. كمان مهم انك بدل ما تعنفيه تقدمي له بديل. يعني مثلا لو بيرمي لعبه قولي له ما ترميش اللعب، لو خلصت اللعب حطها هناك في الصندوق. او لو بيكسرها ما تقوليش انت دايما بتكسر، قولي خلي بالك امسكها كده. خامس حاجة، اعملي اتفاق مسبق وقوانين بسيطة. اعملي 3 قوانين بس في البيت. اول حاجة، اللعب مكانها في الصندوق. تاني حاجة، الصراخ مش وسيلة للكلام. تالت حاجة، لما ماما تتكلم نسمع الاول. القوانين بتقلل الصراخ لان الطفل بيبقى فاهم التوقعات. والخلاصة هنا اللي لازم تعرفوها إن الصراخ بيخلي الطفل يخاف مش يتعلم، وإن الشرح بيبني طفل فاهم مش طفل بيهز راسه بس، وإن التربية مش في قوة الصوت، التربية في قوة التواصل. ولو عايزة ابنك يكبر بثقة لازم صوتك يبقى الأهدى مش الأعلى. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسيش تشوفي باقي السلسلة في قناة أنا وطفلي علشان كل فيديو بيصلح جزء مهم في التربية. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.